القصة بتبدأ بطالبة في الثانوية اسمها ياندو، واللي بتجيلها رسايل طول الوقت من واحد بيطاردها. لما زهقت من الموضوع قررت تتكلم مع صاحبتها المقربة واللي اسمها يونا، وبعد كده بنعرف إن الشخص اللي بيطاردها ده زميل قديم اسمه جين سو. هو بيحبها بجنون وكان معترف لها بحبه، لكنها رفضته بسرعة بطريقة قدر إنه يجيب رقمها. وبعد ما سمعت كلامها يونا جت لها فكرة، اقترحت إن ياندو تنزل صورة لأي ولد عشوائي وتدعي إنه خطيبها. بطلتنا عجبتها الفكرة ووافقت عليها فورا. في الليل ياندو فضلت تدور على صور لولاد كتير، وأخيرا اختارت صورة واحد ونزلتها على حسابها على إنه خطيبها من غير ما تعرف الصورة كانت ليان هو، الولد السيء في المدرسة واللي كل الطلبة بيخافوا منه بسبب شكله المخيف وشخصيته العصبية. تاني يوم هيان هو دخل الفصل بتاع بطلتنا وبدأ يشتكي ازاي بنت عشوائية نزلت صورته. واحد من أصحابه كشف ليه إنه قدر يجيب رقم البنت دي وقرر يتصل بيها. طبعا في اللحظة دي موبايل ياندو بدأ يرن، وده خلى يانهو يعرف إنها هي اللي ورا الموضوع كله، وجاها بغضب بخصوص الصورة وطلب منها تطلع بره. بس المدرس جه ووبخه، لكن ياندو غطت عليه وقالت إنه بس كان جاي علشان ياخد ملاحظات. بعد كده اعتذرت ليه علشان استخدمت صورته من غير إذنه، ووعدته إنها هتجيب له سناكس كتعويض عن اللي حصل. لكن يانهو ما كانش مهتم ومشي ببرود من غير ما يرد. وبعديها صاحبه جو هو قرب من البطلة وقال لها إنه هيكون جنبها لو احتاجت أي مساعدة، وده بيكون رئيس الفصل وولد محبوب جدا. ياندو كانت متحيرة ليه ولد مهذب زي ده بيصاحب واحد زي هيانهو. وهي في طريقها للبيت راحت لبار محلي علشان تستلم شنطة أختها اللي نسيتها هناك. بس أول ما دخلت لاحظت جو هو قاعد مع شلة ولاد شكلهم مشبوه. اتلخبطت بسرعة ومشت من غير ما تعمل أي مواجهة. تاني يوم في المدرسة لقت جو هو بينظف الفصل بطريقته المعتادة، وده خلاها تفترض إنها شافت حد تاني في البار. لكن جو هو ذكر ليها إنه شافها في البار اليوم اللي فات، وبيكشف لها إنه بيتعلم يعمل تاتوهات والمكان ده هو المكان اللي بيتعلم فيه. وبعدين طلب منها تحتفظ بالسر وهي وافقت. تاني يوم الصبح وصلت متأخرة للمدرسة وكانت واقفة عند الباب بقلق. ياندو عمرها ما فوتت أي حصة في حياتها، علشان كده كانت ملهوفة تدخل. لحسن حظها شافت هيان هو ماشي جنبها وطلبت منه المساعدة. البطل المتهور عنده عادة سيئة وهي إنه بيدخل السور، فخدها لورا المدرسة وفي ثواني كان واصل الناحية التانية. لكن ياندو ما كانتش شاطرة في التسلق. لما شافها مش قادرة تطلع هيان هو مد ليها إيده علشان يساعدها تتسلق، وبعدين نصحها تسيب شنطتها هنا وتعمل نفسها إنها كانت ماشية برا المدرسة. بطلتنا عجبتها الفكرة ومدت إيدها علشان تديله هاي فايف، واللي خلى حاجة تتحرك في قلب الولد السيء بشكل غير متوقع. بعديها ياندو ما قدرتش تلاقي شنطتها وده خلاها تقلق جدا، لكن هيانهو هداها وأعطاها دفتر ملاحظاته علشان تاخد ملاحظات، وكمان وعدها إنه هيدور على شنطتها بعدين. ياندو كانت بتتكلم مع جو هو عن هيانهو واعترفت إنها شايفاه مخيف، وشرحت إزاي إنه مختلف عنهم بشعره الأشقر وطريقة لبسه للزي المدرسي وعدم اهتمامه بالدراسة. في اللحظة دي دخل هيانهو ومعاه شنطتها الضيعة، لكن لما شافها قريبة من جو هو حس بالغيرة وخرج بسرعة. تاني يوم بدأت الشائعات تنتشر إن ياندو بتواعد الولدين في نفس الوقت. البنات في الفصل كانوا غيرانين وبيسألوا ليه هي مميزة كده. في اللحظة دي هيانهو دخل الفصل بمظهر مختلف تماما، كان صابغ شعره أسود ولابس زي المدرسة بشكل أنيق. سلم شنطة ياندو الضيعة ومشي من غير ما يقول ولا كلمة. واحدة من أصدقائه المقربين واللي اسمها سول وقفته برا الفصل وقالت له على الشائعات اللي بتتردد. كشفت ليه إن كل الناس في المدرسة بيتكلموا عن إن ياندو بتوعده هو وجو هو في نفس الوقت، لكن هيانهو أكد لها إنه مش بيوعدها. بعد كده بنشوف ياندو وجو هو لوحدهم في الفصل، وباين إنهم بقوا أصدقاء مقربين وبيتكلموا عن الامتحانات اللي جاية. وسط كلامهم عرضت عليه إنه يشرب شوية مية، لكن قبل ما يمد إيده علشان ياخد الزجاجة هيانهو فجأة ظهر من غير مقدمات وخدها منها وادعى إنه بما إنه خاطبها المفروض هو يشرب الأول. جو هو اتحداه بطريقة لبقة وقال له لو عندك أي مشكلة
اتكلم، لكن هيان هو ببساطة لعب دور البريء وقال إنه خاطبها، وبعدها مشي من غير ما يقول حاجة تانية وسابهم في حالة صدمة. في نفس اليوم في وقت لاحق ياندو ويونا فضلوا متأخرين في المدرسة علشان يذاكروا الرياضيات. في الآخر افترقوا، لكن بطلتنا واجهت مطاردها جين سو، كلمها وكأنهم أصدقاء قدام وطلب منها مرة تانية إنها تطلع معاه في موعد. لما حاولت تمشي مسكها من إيدها ورفض إنه يسيبها. لحسن الحظ يونا سمعت الشجار وجيت علشان تنقذ صاحبتها. بعد كده بنعرف إن والد جين سو ضابط في الشرطة، فهددته يونا إنها هتتكلم معاه. قالت له إن تصرفاته دي بتمثل مطاردة، فجين سو اتوسل ليها إنها ما تدخلش أبوه، ووعدها إنه مش هيكرر ده تاني. كمان اعتذر للبطلة قبل ما يمشي في هدوء. تاني يوم خلال حصة التربية البدنية المدرس نظم الطلاب في فريقين وبدأوا يلعبوا الكورة. لما جه دور سول رمت الكورة مباشرة في وش ياندو وخلتها تقع على الأرض. طلع إنها اتضايقت من كل الاهتمام اللي بطلتنا بقت بتاخده، وحست إن أصحابها اللي كانوا قريبين منها بقوا يبعدوا عنها. سول بغضب قالت لهم إنهم مرحب بيهم يصاحبوا واحدة بتاكل عيش طول الوقت. التعليق ده خلى ياندو تقلق من جسمها وتفكر إنها بتزيد في الوزن، مع إنها مش كده. في المدرسة يونا وبختها علشان فوتت الغداء تاني، لكن بطلتنا كانت مصممة إنها مش هتاكل. لحسن الحظ هيان هو سمع الكلام وطلب منها تجيب له عيش من الكافيتيريا. طلب منها تاكل حتة صغيرة ووافقت بصعوبة. بعدين بسبب قلة السعرات اللي بتاخدها ياندو أغمى عليها. بعد كده صحيت في العيادة ولقت جو هو جنبها. بدأت تشكره بشدة، لكنه ما كشفش ليها إن اللي حملها هناك كان هيان هو. وبعدين الحوار انتقل للوشم، وجو هو وراها تصميماته الجديدة، من بينهم لحظة رسمة زهرة جميلة فسألت عنها، وجو هو قال لها إنها زهرة ميلاد سول واللي كان رسمها ليها في سنتهم الأولى في المدرسة. قال لها إنها ما كانش عندها أصحاب في المدرسة الإعدادية غير هو وهيان هو، وده بيوضح لي سول متضايقة اليومين دول علشان خايفة تفقد أصدقائها لصالح ياندو. وفي مكان تاني جين سو جمع شوية ولاد من مدرسته وجاب معلومات عن ياندو. صاحبه ساشان بدأ يقلق من هوسه ويطلب منه إنه يبطل مطاردة البنت، لكن جيسو فكره بالجميل اللي عمله والده معاه في الماضي، وده خلى ساشان ما يقدرش يعمل حاجة غير إنه يساعده. في الوقت ده هيان هو قرب من بطلتنا وسألها لو بتحب تتغدى معاه. وافقت على الدعوة وقرروا يتقابلوا لما الحصص تخلص. بعدين وهي مستنياه ياندو لاحظت مجموعة من الولاد من مدرسة تانية واقفين عند البوابة. سمعتهم بيتكلموا عن حبيبة هيان هو واللي كانت هي ياندو نفسها، وده خلاها تخاف جدا علشان افتكرت ان الولاد دول جايين يخطفوها. لكن لحسن الحظ جو هو ظهر وخرجها من البوابة بسلام. ساشان لاحظهم لكنه قرر انه ما يتصرفش دلوقتي، جمع الولاد بتوعه ومشي وهو واعد انه هيرجع بعدين. من ناحية تانية هيان هو فضل مستني ياندو وحس انها خانته لما ما جاتش، وافتكر انها بتلعب بيه. وهي راجعة بيتها ياندو قابلت جين سو في الطريق، واتضح انه كان مستنيها كل الوقت ده. سألته ازاي عارف عنوانها، لكنه قال ببساطة إني صاحبه اللي اداهوله. جين سو طلب منها إنها تخرج معاه، ولما رفضت مسك إيدها علشان يمنعها تمشي. في اللحظة اللي الوضع بدأ يتصاعد هيان هو وصل وضرب المطارد بلكمة قوية في وشه ووقعه على الأرض. لكن الدراما ما انتهتش هنا. ساشان هاجم بطلنا من وراه بشكل غادر. جين سو أمر إنه يسبب له ضرر أكبر، لكن ده بس خلى ساشان يغضب أكتر وضرب جين سو في وشه وحذر إنه ما يأمرهوش تاني. وبعد ما مشي ساشان جين سو حس بالمهانة فهرب بسرعة هو كمان. في اليوم التالي بطلتنا قررت تزور هيان هو علشان تطمن عليه. ساعدته في البيت وكمان حضرت العشاء ليهم هما الاتنين. وبعدين وهي راجعة البيت ياندو استلمت مكالمة من هيان هو، وفي لفتة لطيفة أصر إنه يفضل على الخط معاها لحد ما توصل البيت بأمان. في الليلة التالية ياندو مرة تانية فضلت متأخرة في المدرسة علشان تذاكر. لما راحت للخزانة بتاعتها اكتشفت إن جو هو ساب لها شمسية، ده خلاها تحس بالتميز وبدأت تبتسم. لكن مزاجها اتعكر فورا لما سول وصلت وخدت الشمسية منها. بعدين احتكرت بطلتنا وأكدت ليها إن واحدة زيها مش هتقدر تكون جزء من مجموعتهم. سول حذرتها إنها تبتعد عن جو هو قبل ما تمشي. في وقت لاحق ياندو قابلت هيان هو اللي على طول حس إنها زعلانة. سألها عن السبب
فقالت له إنها نسيت الشمسية بتاعتها. للمفاجأة هو طلع لها واحدة بلونها المفضل الأخضر واللي اشتراها مخصوص ليها. بعد كده مشيوا مع بعض في المطر واتكلموا عن حياتهم ودراستهم. في مكان تاني جو هو كان راجع بيته لما لمح الشمسية الخضراء اللي كان سايبها لياندو. ناداها لكنه اكتشف إنها مشغولة بالكلام مع جين سو. لما لفت وشها اكتشف إن البنت دي كانت سول في الحقيقة، وهو في حالة غضب واجهها واتهمها إن هي اللي ادت العنوان بتاع ياندو للمطارد وسألها عن مصدر الشمسية، لكنها ما ردتش على أي من الأسئلة دي، وبدل كده اعترفت إنها بتكره ياندو علشان خدت منها أصدقائها. جو هو وصف تصرفها بالتصرف التافه وسابها واقفة في المطر مكسورة القلب. في اليوم التاني في الفصل سول قالت لجو إنها معجبة بالجاكيتة بتاعته لدرجة إنها اشترت واحدة زيها. بلطف شدت على دراعه وسألته عن رأيه، لكنه شال إيدها ورد عليها بتعبير بارد إن شكلها حلو، وهي مجروحة اتوسلت ليه إنه يكون لطيف معاها ووعدته إنها هتعمل اللي هو عاوزه. جو هو مرة تانية جاب سيرة موضوع عنوان ياندو لكنها نفت أي تورط فيه. في اللحظة دي طالب تاني اسمه دونج سمع الكلام واتضايق، وبعدين راح لجو هو واعترف إن هو اللي ادى العنوان لجين سو. قال له إنه ما كانش عاوز يعمل كده لكن المطارد أجبره. لما جو هو عرف الحقيقة جري لسول علشان يعتذر ليها، واعتذر ليها بصدق عن افتراضه الخاطئ، وكمان اعتذر عن بروده معاها الفترة الأخيرة، وده خلى سول تبقى سعيدة جدا ودعته إنه يخرج معاها على السينما في نهاية الأسبوع. لكن جو هو رفض وقال لها إنه عنده مخطط مع حد تاني. بعد كده راح لبطلتنا ودعاها لنفس الفيلم لكنها ما كانتش مهتمة بالفيلم ورفضت. بعدين يانهو حاول حظه هو كمان، راح لياندو وطلب منها تخرج معاه لفيلم تاني محدش يعرفه. المرة دي وافقت، وفي النهاية قضوا وقت ممتع في نهاية الأسبوع. باين جدا إن الاتنين بدأوا يعجبوا ببعض. بعد كام يوم نتائج الامتحانات اتعلنت وطلع إن يانهو جاب الدرجة النهائية 100%. ياندو مدحته على النتيجة الرائعة وشجعته إنه يكمل ويشتغل بجد. بعد كده حاولوا يعملوا هاي فايف لكن المدرس قطعهم واتهم يانهو بالغش في الامتحان. البطل أصر إنه ذاكر وكتب كل الإجابات بنفسه لكن المدرس فضل مش مقتنع. ده ضايقه جدا فخرج من الأوضة بعصبية وجو هو جري وراه. يانهو المحبط بدأ يشتكي من إنه دايما بيحس إنه غير كافي وإنه دايما بيتقال عليه إنه مشاغب، بينما جو هو بيتقال عليه إنه نجم. بعد كده ياندو قربت من يانهو ونصحته إنه ما يركزش على آراء الناس التانية وبدل كده يركز على الناس اللي بجد بيهتموا بيه. بعد كام يوم المدرسة نظمت مهرجان وسمحت للطلاب يلبسوا أزياء تنكرية. يانهو، ياندو وجو هو فضلوا يتمشوا في المكان ويستكشفوا الأكشاك والألعاب المختلفة. لما شافت ياندو كشك قراءة تارو اتشدت ليه وقررت تجرب. الولاد كان واضح عليهم إنهم مش مؤمنين بالتاروت والحاجات دي لكن لعبوا معاها ومشوا وراها. القارئة بعد كده بدأت تتكلم في موضوع الحب وشرحت إن في حد معجب بياندو لكن بيواجه صعوبة في التحكم في مشاعره. لما الورقة الأخيرة اتكشفت بقى واضح إن مش واحد بس لكن 2 معجبين بيها. يانهو وجو هو تبادلوا نظرات متفاجئة وهم بيسمعوا الكلام ده. بعد كده مجموعة من البنات أقنعوا ياندو إنها تتطوع في الدور الثالث في المدرسة، لكن أول ما وصلت هناك قفلوا عليها الباب كنوع من المقالب. البنات الشريرات بعد كده راحوا عند سول وأخبروها بالمقلب على أمل إنها تبقى مبسوطة، لكن كان واضح إنها غيرت من طريقة تفكيرها وبقت مقززة من تصرفاتهم. راحت عند الولاد على طول علشان تبلغهم بالموقف وبدأوا يدوروا عليها. يانهو وصل ليها الأول وهي بعيون مليانة دموع سألته إيه اللي أخرك كده. يانهو حاول يواسيها وفضل جنبها طول الوقت وهم لوحدهم. اغتنم الفرصة وأخيرا اعترف بمشاعره ليها. في نفس الوقت جو هو وصل وسمع كلامهم من بره الباب المقفول وده صدمه جدا لكنه قرر إنه ما يواجههمش. سول كمان وصلت بعد فترة وسألت جو هو لو كان لقاهم لكنه فضل ساكت وخدها ومشي بدون أي رد. في الوقت ده يانهو فتح قلبه واعترف إنه منجذب ليها من فترة. طلب منها إنها تساعده يفهم مشاعره وياندو ردت بابتسامة بتلمح إنها بتبادله نفس الشعور. المشهد بعد كده بيعدي لشهر بعدين وبنشوف يانهو بيقضي وقت مع ياندو بينما جو هو مع سول. واضح
إن كل حد في المجموعة لقى الشخص المناسب، سواء في علاقة رومانسية أو علاقات صداقة، وفي كده القصة بتنتهي. أتمنى تكون عجبتكم، وأتمنى تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. بحبكوا قوي. باي باي.